يعمل ورق عنب زينا مش هقول له برضه يا عمنا. ايوه. هننزل بقى كده بالميكس العظيم ده. عايزه اقول لك ان اللي بيجي ياكل هو بيحتار هو مطلع ايه. مره شيش ولحمه وسجق وكفته وممبار، يعني هو بجد بجد بياكل. وهو كل لقمه بيبقى لها طعم مختلف وتست مختلف. ننزل عليها بقى بالرشه بتاعت البقدونس الخطيره دي. محل من باين من بره ثلاجه ومعروضات عادي، فجاه تحس انك دخلت بيت، مطبخ بيت، والعيش بتاع البيت واللمه الحلوه. يا سلام عليك يا شيف رانيا، ملهاش علاج. الشيف رانيا دي ملهاش علاج، ملهاش دواء. عامله حاجه تاخد 235 جنيه، طبق يكفي 4 اشخاص على ضمانتي. بص الدخان طالع والدسم شكله بيلمع وكله بلدي. تخيلوا بقى حته فرخه شيش، صباع كفته، معمول بالتتبيله اللي هي الكلام ده عن الحاجات الناي. اه. تقدروا تشتروا، الناس تقدر تشتري في بيوتها اه. الكفته دي كفته جملي دي. اه دي كفته رز جملي. جملي. وده محشي ورق عنب. بص رصاص ازاي، بصوا. قاعدين في الاستاد. لو بعدين اصغر، انا بقول اصغر دايما صباع. اصغر صابع ورق عنب في اه. مصر. وادي الممبار البوبس. مش عارف عاملاه كور ازاي ده، مهم. مش عارف. هو بيتعمل عقد طويل، شريط طويل وبربطه في النص. ايوه علمي الستات والبنات بقى اللي ما يعني احنا بندي بتعرفش. هنا كورسات على فكره والله كمان، اه والله. العظيم انا هحجز. اهو. بصوا. ما شاء الله. لما يبقى لون الممبار بص بالمنظر ده ولونه احمر كده، تاكد ان هو مخدوم صح، في خضره مظبوطه، في صلصه مظبوطه.